السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الطاجين ديال السفرجل معسل بالغنمي. كيجي زوين بواحد الطريقه سهله، يعني سهله التحضير، وكنتمنى يعجبكم وبالصحه والراحه. هنا عندي تقريبا كيلو ديال الغنمي اللي قطعته طريفات صغار، يعني ما كنخليش الطريفات يكونوا غلاظ باش دغيا يطيبوا ليا في الطاجين، انا غندير طاجين غير فوق البوطه. هنا عندي توابل، جوج تومات، ما نكثروش الثومه في اللحم، مازال الدجاج كيبغي الثومه اما اللحم ما كيبغيش الثومه. عندي معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، الملح وشويه ديال البزار. وهنا عندي شويه ديال الزعفران الحر اللي رقدته في شويه ديال الماء طايب حتى طلق ليا. وهنا راس ديال السمن، يكون السمن حر يعني السمن البلدي. وهنا عندي واحد جوج بصلات متوسطين اللي شلطتهم بحال هكا رقاق باش دغيا يذوبوا ليا في الطاجين، ما يجيوش باينين، يعني ما نديرهمش طرونشات، كنديرهم بحال هكا مشلطين باش كيعطيوني حتى المرق كيخليوه مدغمر ويعني ثقيل شويه. فوق ديك البصله غادي نحك هذوك جوج تومات اللي عندي، نحكهم في الحكاكه يعني يكونوا رقاق. ومن بعد كناخذ داك الكاس اللي رقدت فيه الزعفران الحر، غادي ندير فيه التوابل اللي عندي كلها، اللي هي عباره على البزار، السكينجبير والخرقوم والملحه. الا بغيتو تزيدوا شويه ديال القرفه ممكن تزيدوا القرفه، غير ما تكثروش، حيت القرفه ملي كطيب بزاف كتجي بحال شويه حاره. هنا خلطته مزيان، غادي نرميه فوق البصله مباشره بحال هكا. بالنسبه للتوابل اللي درناها مع الماء راه ما كتحرقش لينا، يعني كتجي كيبقى المذاق ديال التوابل وما كتحرقش لينا. جربوا هذه القضيه، كتجي احسن من الا رميتو التوابل مباشره فوق اللحم. صافي وهكا كنبقى كنحرك وكنبقى كنقلب اللحم مره ما ننساش الطاجين ديالي. هنا راه درتو فوق العافيه ومجهده في الاول، وكنبقى كنخشي البصله من التحت ديال الدجاج غير قليله، ما كنديرش البصله يعني اللحم ما نديرش تحت منه البصله كثيره، وكنسدو مره كنتفكروا كنبقى كنقلب بحال هكا. ملي كيتحمر لتحت ديال اللحم كنعاود نقلب الطرف باش يتحمر حتى هو. خديت السفرجل اللي عندي وقطعته على النص، من بعد قطعته طريفات صغار يعني الهلال بحال هذا الشكل هذا، ودرته في كاسرونه يتسلق مع شويه ديال الملحه باش ما يجيش باسل. صافي وبحال هكا راه دغيا طاب، يعني ما نخليوش حتى كيتعجن بزاف، وانما كيكون شاد في راسو باش نقدروا نعسلوه. من بعد كناخذو كنصفيه، كنحيد الماء ديالو تماما، وكنديرو في الكاسرونه، نرجعو الكاسرونه ديالو، كنزيد عليه واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، من الاحسن تكون زبده حيوانيه باش كتعطيني المذاق، وكنزيد السكر على حسب كل واحد شحال غادي يزيد وعلى حسب المقدار ديال السفرجل. هنا تقريبا زدت درت شي 4 ديال السفرجلات، لان عفوا ديال السنيده، لان عندي السفرجل شويه كثير. صافي ومره كنحرك الكاسرونه، وزدت واحد المعلقه كبيره يعني متوسطه ديال القرفه، حتى هي كتبقى على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي القرفه كثيره، كاين اللي كيبغيها شويه قليله. كناخذ هذيك الزبده كنديرها من التحت باش دغيا تذوب ليا، وكنحرك مره ما كنحركش بشي معلقه، وانما كنحرك غير الكاسرونه بحال هكا حتى كيتعسل، ومن بعد كيطلق شويه ديال الماء ديالو وكيتعسل مزيان، وعاد كنطفي عليه. الكاسرونه ما كنتوش كتحكموا فيها، ممكن انكم ديروا واحد المقله كبيره باش يكون عندكم السفرجل يعني مسرح هكا، يعني تحكموا فيه التعفن ديالو.
بالنسبه للسفرجل راه خليناه كيتعسل، وفي نفس الوقت راه ما كنساوش اللحيمه ديالنا اللي درناها في الطاجين كطيب. يعني مره كنحركوها، لان ما بغيت نزيد فيها لا ماء لا حتى شي حاجه. صافي كنخليها كتقلى، والزيت راه ما درتوش، والسمن راه مازال ما درتوش. يعني كنخليها بحال هكا، كنبقى غير كنقلب دوك اللحيمات باش يشربوا التوابل ويشربوا المذاق ديال البصله. ومره كما قلت لكم ما تنساوش غطيوه باش يرجع عليه الصهد ديالو، وقلبوه وانتم حاطين، يعني ما تغفلوش عليه باش ما يتحرقش لكم، لان البصله درناها كثيره، هي اللي بغينا الماء ديالها، ما بغيناش نديرو فيه الماء باش ما يجيش شويه باسل. هنا بعد ما اللحيمه تقلات لينا مزيان، غادي ناخذ هذيك راس معلقه ديال السمن وكنزيدها في الطرف ديال الطاجين. صافي وكنخليها بحال كندير لها الطريق وسط الطاجين باش كتخلط مع المرق. ومع داك السمن اللي زدت راني زدت معاه شويه ديال زيت الزيتون، غير نص الكميه، لانني من بعد مني حتى غادي يطيب غادي نزيد الكميه الاخرى ديال زيت الزيتون. صافي نسد عليه ونخليه يطيب. هنا صافي اللحيمه ديالي راه طابت، صافي باقي شويه المرق خصو ينقص، كنزيد شويه ديال زيت الزيتون وكنخليه يعني عريان، ما كنديرش الغلاقه، وكنخليه يوكح بالمقدار اللي بغيت انا ديال المرق. هذا هو السفرجل ديالنا بعد ما تأسل، كيبقى فيه واحد شويه ديال المرق اللي هو واحد شويه الماء اللي يطلق السفرجل والسكر اللي تأسل والقرفه. كنخليه حتى الاخير وكنسقي به اللحم. هنا بعد ما وكح ليا الطاجين، يعني بقى فيه غير المرق اللي بغيت، هو باش ما بقى فيه المرق قليل كيكون احسن، يعني كيكون بنين وكيكون خاطر. كنبقى كنستف طريفات ديال السفرجل ديالي بهذا الشكل الدائري اولا الشكل اللي بغيتو. من بعد ملي كنكمل التستاف كامل ديال الطاجين، كناخذ هذاك المرق اللي بقى عندي معسل تحت في الكاسرونه وكنسقي به، هذه اختياريه كتبقى، وكنسقي به السفرجل من الفوق باش ما كيجي كيلمع وما كيجيش ناشف. هو اصلا كيجي معسل، يعني هذاك المرق اللي كنزيدو من الفوق يعني كيعطي واحد الحلاوه، كيزيدها مع الملوحه اللي كاينه في اللحم. صافي من بعد ملي كنسالي كنرش عليه شويه ديال الزجلان اللي حمرته يعني مزيان، ماشي غير صهدته حمرته، اولا ترشوا عليه اللوز على حسب الاختيار ديالكم. وبالصحه والراحه.